بصراحة يا دكتور احنا قلقانين، سمعنا كده ان احنا لازم نعمل تحاليل قبل الجواز، وبصراحة كده خايفين. اتفضل اقعد. ايه التحاليل اللي قبل الجواز وايه اللي بيبان منها؟ بص، التحاليل اللي بتتعمل قبل الجواز في تحاليل بتبقى عامة للطرفين لازم يعملوها. أول حاجة فيهم صورة دم كاملة، دي بنطمن منها إذا كان حد عنده أنيميا أو المناعة بتاعت جسمه تمام ولا لأ. تاني تحليل اللي هو السكر العشوائي، بنشوف لو في طرف من الطرفين عنده سكر أو حاجة. وبعدين عندنا 3 فيروسات اللي هم البي والسي والاتش اي في. في ناس يعني بتقعد فترات طويلة ما عندهاش خلفية إن هي ممكن تكون مصابة بحاجة منهم، وده طبعا بيتنقل عن طريق بعد الجواز، يعني لازم الطرف التاني يتنقل له، فبنطمن ان مفيش حاجه هتتنقل. كمان بنطمن على وظيفه من وظائف الكبد، ولو طلعت تمام خلاص، لو طلع فيها مشكله بعد كده بنعمل بقيه وظائف الكبد كامله. بنطمن كمان على وظائف الكلى، بنتاكد ان الدنيا تمام ومفيش مشكله. نيجي بقى بالنسبه للبنت، بنطمن على الهرمونز عندها ان هي تمام ومفيش اي لخبطه، لان في حاجات بتتعدل وما بيحصلش منها مشاكل بعد كده. وكمان بنعمل لها تحليل الفصيله والار اتش عشان برضو نطمن في الحمل هيحصل ايه ان شاء الله. بالنسبه للراجل بيعمل تحليل السائل المنوي عشان خاطر نطمن برضو ان مفيش اي حاجه هتعوق الانجاب بعد كده.